ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتونا خالص خالص خالص. النهارده بقى عاملين ايه؟ جولة كده ورايحين نتفسح. قلنا نشرب عصير وناكل جيلاتي ونشوف الدنيا فيها ايه. قلنا نلف على المحلات كده، عبايات جميلة وحاجات جميلة. الجو حر اصلا يا حبيبي، والبيت القعده فيه حر جدا. قلنا ننزل بقى نتهوى شويه. اول حاجه نصلي على النبي واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، متنسوش تفعلوا زر الجرس على كله عشان يوصلكوا كل جديد. ده طبعا محل ادوات العرايس، وفيه شويه تشكيلات حلوه واسعاره تحفه. اهم حاجة اول ما نبتدي نقول عيسى نبي وموسى نبي ومحمد نبي وكل من ليه نبي صلى عليه. نشوف بقى بقية الجولة مع أبلة أم زين. بصوا بقى يا حبايبي، عنده شويه تشكيلات حاجات حلوه جدا. دي قوالب التلج اللي هي البلاستيك مش السيليكون، دي حلوه قوي. السيليكون ممكن وانت بتحطيها تتدلدق في التلاجة الكلام ده، لكن البلاستيك دي جميله. والواحده تقريبا عامله 30 جنيه او 25 جنيه، مش متذكره السعر قوي. معلش بقى على صوت العربيات لان احنا بنسجل واحنا لسه في الشارع. قلنا عشان نلحق بقى نسجل وننزل لكم الفيديو اول باول كده، طازه لسه. بصوا بقى الحاجات دي. يعني لو حد حاول يلمس الشاشة والفيديو طازة كده ممكن يتلسع في ايده لانه لسه طالع سخن. دي طبعا قوالب سيليكون بتاعه الكب كيك، حلوة قوي. دول ال 12 قال لي ب70. بصوا بقى طبعا، شايفين طبعا الزحمة وشايفين الشوارع زحمة ازاي. طبعا جبت المنيو بتاع المكان اللي هنشتري منه. ايوه بصوا ده مكان بيبيع العاب اطفال. اللعبة دي كنت عايزة اجيبها لزين بس نسيت. كانت ب10 جنيه، يا بلاش. يا لهوي، ب10 جنيه. طبعا ده البطل. المنيو اهو، المنيو اهو. وفي العصاير والجلاطي والحاجات اللي هي بتتباع. الايس كريم، الجلاطه. طبعا دي خالة ام محمد، هي اللي بتتكلم وبتعدل عليا، بس انا بلدي ومن السيده زينب وما بعرفش اقول الكلام بتاع ولاد الناس. انت احسن الناس يا حبيبي. ربنا يكرمك. ده المنيو، بنبتدي بقى نشوف هنجيب ايه. محمد وزيزو. ايوه ده المكان. بصوا يا جماعه الزحمه. ده طبعا المنيو فيه حاجات. بصوا الناس قاعده في الشوارع ازاي، تحس ان البلد كلها في الشارع. والله فعلا. ده طبعا بابا وهو ماشي، بس احنا بنحاول نداري شويه عشان ما نجيبش وشوش الناس. شايفين الاسعار حلوه ازاي. ده شارع كده عندنا بيبيع هدوم وحاجات حلوه، حاجات اطفال، وفي كل حاجه. هتشوفوا بقى دلوقتي تشكيله عبايات خطيره. انا قلت لها صوري العبايات عشان الناس، واللي عايز حاجه يتصل بينا على الخاص واحنا نبعتها له توصيل على طول. ولا يجي يتفرج عليها. يعني لو العبايات، اي واحده ست عايزه تتفرج على عبايه ولا حاجه ممكن تبيع عبايات يا بابا. لا، يجوا يتفرجوا ولو حبوا يشتروا المكان فين هم واحنا يجوا يتفرجوا وانا اوديهم ونعمل لهم ديسكاونت كمان عند صاحب المحل. انتوا ابعتوا على الخاص واحنا هنقول لكم فين المكان عشان نشوف هنقول على الفيديو. ابعتوا لنا رسائل في التعليقات واحنا نرد عليكم فيها. طبعا ده دخلنا محل بيبيع ترابيزات والحاجات كراسي وكراسي سفرة، ترابيزات سفرة وترابيزات عادية. حاجات اسعارها مولعة نار نار نار. شايفين الترابيزات مكتوب عليها كام؟ كلمنا الراجل واللي هيجي من ناحيتنا الراجل هيعمل له ديسكاونت خطير يعني. شايفين الترابيزة دي. الترابيزة دي قال لنا ب 1200 جنيه واحنا قلنا له اللي هيجي من ناحيتنا تعمل له تخفيض. ترابيزة السفرة دي ب 4500 جنيه بس حلوة، بس الأسعار مولعة، الأسعار غليت جدا. يا بابا ب 6500 جنيه. معلش عشان احنا كنا مختلفين على سعر السفرة دي.
طبعا المحل ده بيبيع كل الحاجات دي. بص الجزمات دي تحفة. وهيجي بقى محلات تانية بتبيع جهاز العرايس وحاجات جميلة. شايفين الترابيزات، شايفين الترابيزات. شوف دي. ده طبعا المحل بتاع جهاز العرايس. بص ده اللبس رجالي حلو قوي. وعلى فكرة عندهم شراويل اسعارها جميلة وحاجات اسعارها بيبدأ من حلوة 150 جنيه الشروال. وسينيه ماركة يعني. وممكن برضو ان شاء الله بص لو بقى حد ده حابب يجي يجيب حاجة من عندنا، اي رجالي شراويل اي حاجة، برضو يبعت لنا على التعليقات واحنا نظبط معاه. ده ممر بقى بيبيع الهدوم وكده، كل الهدوم اطفال بقى وبص المايوهات عشان الصيف وكده. المايوهات مغرقه الدنيا. متقولش على نفسك كده. ده طبعا بابا هو بيشتري لنا بقى الحاجه اللي احنا عايزينها. كنا بنشتري الايس كريم، بيسألنا انتوا عايزين ايه فبيطلب من الراجل اهو. طبعا بسبب الفيديو ده واحنا بنشتري مش اخواتي هينفخونا عشان احنا مخدناهمش معانا. بس ان شاء الله لما يجوا نروح بقى نقعد بقى ونعمل ترابيزه هناك ونقعد وكده وكلنا نبقى قاعدين مع بعض. وهنصور دلوقتي الراجل وهو بيعمل لنا الايس كريم في البوله. دلوقتي بابا بيطلب الايس كريم وهو بيدفع الفلوس. مالي الحلال اهو. والله يا حبايبي الحاجات اسعارها غليت جدا. كده رايحين للراجل بقى عشان يعبي لنا الايس كريم. اهو بابا بيقول لكم تعالوا ورايا. يلا بينا. احنا ما كناش عايزين نطلع وشه في الفيديو، بس هو قال ايه لا طلعوني عادي فصورناه بقى. وشوفوا انا طالع قمر ازاي. جده بيدور على عروسه. واللي عنده برضو يا اخوانا يا ريت يبعت لي على الخاص. ولو طريقه الفيديو دي عجبتكم قولوا لنا برضو عشان يبعت لي في التعليقات ويقول لي وانا اتواصل معاه. هو بيقول لنا طلعونا عادي. اهو الراجل اهو هيصب لنا اهو في البوله وهيعمل لنا جيلاتي. اهي ام زين بتصوره وهو بيحط لنا الجيلاتي في قلب البوله. على فكره نضاف جدا، واكيد انتوا شايفين المكان زحمه ازاي. طبعا مش هنقول اسم عشان ما نعملوش اعلان. خساره فيه لانه ما اداناش حاجه ببلاش وخدناها بفلوس. فان شاء الله المره الجايه لما يدينا حاجه ببلاش ونعمل له اعلان نبقى نصور اسم المكان بقى ونطلع كل حاجه في المكان. ده بقى طاجن نوتيلا، ودي فروت سلطات ايس كريم، يعني فروت سلطات عليها ايس كريم. ده طاجن النوتيلا. واحب اعرفكم يا اخوانا ان الايس كريم لما بيسيح على الفاروق صلاح بيبقى كله شبه بعضه. طبعا احنا رايحين العربيه اهو. واخدين بالكم بندوق الحاجه اللي احنا جبناها. ده الايس كريم، دي سلطه الفواكه بالايس كريم. هو بيقول طبعا تحفه. بندوق الايس كريم جميل. خلاص بقى يا عم الحاج بقى خش على النوتيلا. طبعا بابا اندمج بقى مع الفروت سلطات. ده واسمه العلمي فاروق صلاح. فاروق صلاح. زي ما انتم شايفين اهو الطبق. بص عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين عمالين ندوق في الايس كريم.
يا لما الايس علي كريم هيخلص. دي خالة ام محمد، ربنا يشفيها يا رب ويزيح عنها وعن الجميع. هي بيجي لها حاجات كده طبعا بابا بيدوق طاجن النوتيلا. ايه ده؟ احنا دخلنا في النوتيلا بقى. لا ده شغل عالي فاخر من الاخر. نوتيلا على فكرة خطيرة خطيرة، والصوص بتاع الشوكولاتة بتاعتها جميلة جميلة. لا اله الا الله. وعلى فكرة الطاجن ده سعره مش غالي. سعره حلو على فكرة بالنسبة ان هو تقيل وكبير يعني مليان. انتوا بتعالوا في يوم كده ان شاء الله ونبقى نعزمكم. على اللي انتوا عايزينه طبعا. زي ما انتوا شايفين اهي. بصوا مليان ازاي. دي طبعا الايس كريم بتاعت ده محمد. الرول، ايس كريم رول.